السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا في المرحلة الإعدادية طبعا أخي رحمة الله عليه مصطفى الأكبر تزوج في عرسه. أبي رحمة الله عليه رسلنا أنا وواحد كبير طبعا عاقل لا قور، قرية قور بعيد مننا، فرحنا نشتري على أساس نزكن علاقة نعربن، يعني على أساس إنه الوليمة كانت في اليوم الثالث، فطلعنا بس نشوف إنه هل قات أو ما فيش مليح ومش مليح هكذا. المهم عقب الراجل القات وزكن وطرح مبلغ، وعلى اساس انه اليوم الثالث يطلعوا هو وواحد اخر، انا ما اعرف عشان بس الا خبير رحت معه. فعلى طول هم قالوا خلاص تمام واتفقوا على كل شيء، وقال وهذا جابوا لنا طفقات كميه كبيره هكذا، قال مراقح هذا لكم بس روحوا خزنوا. فنحن تاخرنا هناك شويه وتغدينا ومشينا وخزنا بالطريق، وحتى وصلنا قبل المغرب البيت وتعشينا ورجعنا نسمر نخزن أنا وأبي والله رحمة الله عليه وأخي الله يرحمهم كلهم وهذا الراجل، وخزنا حتى نص الليل تقريبا. إحنا مخزنين خدرت تخديرة جامد، وأنا رغم أن أنا ما خزنش يعني. المهم تخدرت تماما تخديرة يعني ما حصلاش، كنت خلاص حق الهم هذا ما يقرش أبدا ما يتوقفش، وأنا خلاص المهم حالتي مختلف تماما. عشتش أنا معيش أنا القات طبعا قات قور هذا حار جدا يعني مرة يخدر تماما. فأشتي أنام بعدين أبي كان راقد على طبعا في السقف، نحن أنا وأبي كنا رقدنا فقط بس ما فيش أحد، وأما أخي الله يرحمه كان في مكان آخر راقد في بيته تحت في الغرفة حقه. فأشتي أنام ما فيش نوم، من هنا لهنا أحاول أتقمش هكذا أغطي، أحس في حاجة تمشي فوق القمش فوق الكمبل، في حاجة كأنه تمشي هكذا. إيش الحكاية؟ أفتح هكذا أشوف ما في حاجة، طبعا أفتح بسرعة وخوف يعني لأن أنا أقول في حاجة يعني تمشي، أفتح هكذا بسرعة ما في حاجة. أكرر المرة الثانية المرة الثالثة، المرة تقريبا بعد 4 مرات أو 5 مرات ومكان الأمور تقمشت هكذا وإنه في حاجة تمشي وكبيرة. يا الله تخارج إحنا كيف أعمل؟ وأنا مسكتها كذا بالكمبل هذا القمش اللي هي بطانية، مسكتها كذا يعني على أساس إنه بابزها وبرقي قنبلة بعيد يعني، لأنه في حاجة مش سابر يعني فيها شيء. أنا بس قمت يعني استعديت بس بهدوء هكذا بابوز لبعيد وأرقم. أشوف أضوى ما في حاجة ولا في شيء. أبي مالك يا محمود مو قلبك؟ قلت ما فيش حاجة ولا في شيء بس. استحيت من أبي، رجعت اشتشرقد ما فيش نوم ولا حاجة.